أهلا بمشاهدي قناة عصر العلوم. في هذا الفيديو سنتطرق إلى آخر مستجدات ملعب طنجة الكبير الذي انتهت أشغال بناء مدرجاته الجديدة ورفع سعته إلى أكثر من 80,000 متفرج، مع اقتراب نهاية تفكيك سقف المنصة الرئيسية القديمة. تلوح في الأفق مرحلة جديدة استعدادا لاستقبال شحنات أجزاء السقف الجديد القادمة من الخارج لتغطية ملعب ابن بطوطة بالكامل. وفي غياب التصميم الرسمي لشكل السقف النهائي لملعب طنجة، نأخذكم في رحلة إبداعية لتصور سقف مونديالي يزين ملعب طنجة الكبير، مستوحى من أجمل نماذج الملاعب العالمية، مع لمسة مغربية أصيلة بألوان زاهية تجسد روح مدينة البوغاز وفريق اتحاد طنجة، حيث سيتألق السقف بالأزرق والأبيض رمزي المدينة والفريق، مع إدماج ألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر في زخارف أصيلة تعبر عن تراث المملكة العريق. ستبدأ رحلة التجربة بتركيب هيكل فولاذي لتثبيت السقف، الذي سيشكل القاعدة المتينة للتصميم على شكل قباب ومنحنيات تمنح الملعب مظهرا جماليا فريدا. كما سيتم تركيب ألواح إضاءة على السقف، مما سيمنح المكان إنارة مبهرة وجاذبية خاصة ليلا. نأمل أن تنال هذه الفكرة التصميمية استحسان الجميع، علما بأنها مجرد محاولة تجريبية متواضعة لملامسة صورة تقريبية لشكل ملعب طنجة الكبير بعد إعادة تأهيله، وفي انتظار انتهاء أشغال هذه التحفة المعمارية التي ستعزز من مكانة المغرب على الساحة الرياضية العالمية. نشكركم على المتابعة وأترككم مع باقي الصور. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.